السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك ليكم ومبروك لينا ومبروك للمنتخب الوطني والشعب المغربي والعرب كاملين. واليوم فيديو جديد طبعا. واليوم غادي نحط لكم فيديو على شنو قال سانتوس، المدرب ديال البرتغال منين سالا الماتش ديالو مع المغرب. وهادي نشوفوا تقرير على يوسف النصيري، ونتمناو ليه ان شاء الله ديما التوفيق وديما التألق وديما الاهداف النصيري. يلا خليكم معايا. يوسف النصيري يسجل أعلى ارتقاء في الدوحة حتى كاد يشاهد منفذ سلوى. منح اللاعب يوسف النصيري المنتخب المغربي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى، بعدما أحرز هدف الفوز على منتخب البرتغال في ربع النهائي، محققا إنجازا عربيا وإفريقيا هو الأول من نوعه في تاريخ المونديال، ليصبح بطلا قوميا في بلاده. 2 متر و78 سنتي، هذا الارتقاء شفناه كثير، بس هذا كافأ النصيري بمستواه العالي مدربه ومواطنه وليد الركراكي عن فرصة بعد فترة من تراجع المستوى والابتعاد عن تشكيلة فريقه إشبيلية الإسباني. هدف النصيري الأخير جعله الهداف التاريخي للمغرب في نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف، متفوقا على كل من عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل حد كماتشو اللذين سجل كل منهم هدفين. كما بات النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين من المونديال، فضلا عن أنه تساوى مع كل من السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري في لقب أكثر اللاعبين العرب تسجيلا في تاريخ المونديال. سجل مهاجم إشبيلية الإسباني هدفه المونديال الأول قبل 4 سنوات في روسيا 2018 في مباراة المغرب وإسبانيا التي انتهت بالتعادل 2-2. جاء هدفه الثاني في النسخة الحالية عندما سجل الهدف الثاني لبلاده في مرمى كندا في المباراة التي انتهت بفوز المغرب بهدفين لهدف في دوري المجموعات. لم يسجل المهاجم المغربي هذا الموسم في مختلف المسابقات إلا هدفين فقط مع إشبيلية في دوري الأبطال الأوروبي، فيما أخفق في التسجيل خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في الكاس. وبدأ النصيري مسيرته الكروية مع فريق المغرب الفاسي في مدينة فاس المغربية التي ولد فيها اللاعب عام 1997، قبل أن يلتحق عام 2011 بأكاديمية محمد السادس التي تعنى بالمواهب الصغيرة، بعدما أعجب به المدرب الفرنسي المغربي ناصر الرقيت الذي كان يدير آنذاك الأكاديمية. وبسبب تميزه تلقى النصيري عرضا من ملقا الإسباني في 2015 وقضى معه فترة مميزة وصلت إلى صيف 2018، من ثم تعاقد معه لجانيس الإسباني ليخوض هذه التجربة الجديدة، وبعدها انتقل لنادي إشبيلية عام 2020 مقابل 25 مليون يورو. أعرب فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال عن خيبة أمله الكبيرة عقب وداع نهائيات كأس العالم بالخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد. وقال سانتوس: علينا أن نشيد بالمنتخب المغربي لصلابة دفاعه. كما أشار سانتوس إلى أنه سيناقش مصيره مع المنتخب بعد العودة إلى البرتغال، وسيكون هناك اجتماع مرتقب مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم للحديث عن المرحلة